فيلمنا بيبدأ بمدينة بيعيش فيها مجموعة من الوحوش، وبنشوف أتوبيس مدرسة بينزل منه وحوش صغيرة ومعاهم المدرسة المشرفة بتاعتهم، وبيبقى بينهم وحش صغير بعين واحدة اسمه مارد وشوشني، وبيبقى بيحاول يدور على وحش صغير علشان يكون صاحبه في الرحلة زي ما طلبت منهم المشرفة، لكن محدش بيرضى يصاحبه. وبتلاحظ المشرفة ده وبتقوله شكلنا كده هنبقى سوا أنا وإنت كمان المرة دي. وبعدها بتدخل الوحوش الصغيرة مبنى الرعب علشان يتفرجوا عليه، وبيسألهم الموظف عن المسؤول عن توليد الصرخات اللي بتمدنا بالطاقة، فبيقولوا له الوحوش الصغيرة إنهم المرعبين طبعا، فبيقول لهم صح. وبيسألهم مين فيهم يقدر يقلد صوت المرعبين، وساعتها كل الوحوش الصغيرة بترفع إيديها، ومرة واحدة بيدخل المرعبين وبيكلموا الوحوش الصغيرة، وبيظهر واحد فيهم وبيقول لهم إنه اتعلم التخويف في جامعة المرعبين، وبتنبهر جدا الوحوش الصغيرة بيه. وبيبقى مارد بيحاول يتفرج معاهم، لكنهم بيقولوا له إنه ما بينتميش لطبقة المرعبين، فبينزل مارد وبيقرر يدخل منطقة المرعبين ويشوف واحد منهم وهو بيرعب طفل صغير نايم، لكن بابا الطفل ومامته بيدخلوا عليه مرة واحدة وبيستخبى منهم، وبعد ما بيخرجوا بيروح يرعب الطفل مرة تانية، وبيبقى مارد بيتفرج عليه وهو منبهر جدا. ولما بيخرج المخوفاتي بيتفاجئ إن مارد وشوشني كان معاه، وبيلاقي طاقم طبي كامل مستنيه، وبيقولوا له انت ازاي عملت كده، انت كان ممكن تتأذى. وبيندهش المخوفاتي من جرأة مارد وبيديله الكاب بتاعه تذكار. وبعدها بيكبر مارد وبيدخل جامعة المرعبين اللي كان بيحلم بيها طول عمره، وبيفضل يتفرج على الأقسام اللي موجودة في الجامعة، واللي بيبقى أولها القسم اللي بيتعلم فيه الطلبة إزاي بيدخلوا العالم البشر علشان يرعبوا الأطفال. وبعدها بيشوف مدرسة الرعب اللي بيقف قدامها وهو منبهر وفرحان جدا، ووقتها بيشوف كشك فيه اتنين بيبيعوا ألعاب رعب، وبياخد منهم الورقة اللي مكتوب فيها التفاصيل. وبعدها بياخد مفتاح الأوضة بتاعته وبيقول له المشرف إن زميله في السكن بيدرس رعب زيه بالظبط، ودي حاجة بتفرحه جدا. ولما بيدخل مارد الأوضة بتاعته بيلاقي زميله اللي بيعرفه بنفسه بيقول له إن اسمه أندل، وإن هو كمان تخصص رعب. وتاني يوم بيروح مارد وأندل أول حصة من حصة التخويف، واللي بيديها دكتور اسمه نعيم. ومرة واحدة بتظهر العميدة وبتقول خطاب للطلبة الجداد، وبتقول لهم فيه إن التخويف هو المقياس الحقيقي لكونك وحش، وبتعرفهم إن في نهاية الموسم بيكون فيه امتحان اللي بيسقط فيه بيخرج من برنامج التخويف. وفجأة بيدخل وحش صغير اسمه شلبي، وبنعرف إنه يبقى ابن واحد من أشهر المرعبين. وبعد انتهاء اليوم الدراسي بيطلب أندل من مارد وشوشني إنهم يروحوا حفلة، لكنه بيرفض وبيقول له إنه لازم يذاكر من أول يوم علشان الامتحان اللي العميدة قالت عليه. وفجأة بيدخل عليهم شلبي وبيفضلوا يجروا كلهم ورا خنزير صغير، والخنزير بيحاول يجري منهم لكنهم بينجحوا يمسكوه في الآخر، بس بيلاقوا نفسهم وصلوا للحفلة بتاعت الطلبة. وبتبدأ المجموعات والأخويات تتخانق عليهم لأنهم قدروا يسيطروا على الخنزير ده، وبيجي عليهم أشهر أخوية في الجامعة وقائدهم وبيعرضوا على شلبي إنه ينضم ليهم، وبيقولوا لمارد إن أنت لازم تروح مع المبتدئين اللي زيك، وبيفضلوا يتريقوا عليه، لكنه بيرد عليهم وبيقول إنه هيتفوق عليهم كلهم وخصوصا شلبي في امتحان التخويف اللي جاي. وبيفضل بعدها يذاكر طول الوقت، وبيلاحظ المدرس التقدم اللي بيعمله وبيتضايق شلبي جدا من ده. وبيجي يوم امتحان الرعب وبيتخانق مارد مع شلبي، وبتقع الأنبوبة اللي بتظهر النتيجة بتاعتهم وبتتكسر، وبتقرر العميدة إنها تخرج الاتنين بره، وبتقول لمارد إنه ما ينفعش يبقى هنا لأنه مش مخيف بالمرة. فبيرجع مارد وهو زعلان، ولما بيبص على الحيطة بيفتكر بوستر ألعاب الخوف اللي أخده أول ما دخل الجامعة جديد، وبيقرر إنه هيشارك في المسابقة. وبيتحدى مارد العميدة وبيقول لها إنه لو كسب ترجعه برنامج التخويف، فبتقوله العميدة إنها موافقة، وبتتفق معاه إنه لو كسب مش بس هتدخله هو، لأ دي هتدخل فريقه كله، لكن لو خسر هيبقى خسر فرصته إنه يكون موجود في الجامعة كلها مش بس في قسم التخويف. وبيوافق مارد على عرضها، لكن بيبقى ناقصه شخص واحد بس في فريقه علشان يعرف يشارك في المسابقة، فبيضطر إنه يوافق على انضمام شلبي لفريقه. وبعدها بينقل مارد وشلبي وبيروحوا يعيشوا في بيت الأخوية وبيتعرفوا على أعضائهم، وبيتشارك معاه شلبي في نفس الأوضة. وبعدها بتبدأ أول مرحلة في ألعاب الرعب، وفي التحدي ده لازم المتسابقين يعدوا نفق ضلمة ويحاولوا يوصلوا لنقطة النهاية، وفي الطريق بيواجهوا أشواك سامة. ولما بتجرب المجموعة بتاعت مارد بيقدر بس مارد وشلبي إنهم يوصلوا للنهاية، لكن بيعرفوا إنهم علشان يكسبوا لازم الفريق بالكامل يوصل، وبيكونوا هيخسروا المسابقة من أول جولة. لكن بتحصل مفاجأة وبيتم إقصاء الفريق التاني بسبب الغش، وساعتها بيبقى فريق مارد في الترتيب اللي بعدهم في المسابقة، وبيقدروا بالشكل ده إنهم يكملوا في باقي المراحل.
وبعدها بيقول لهم شلبي إن فريقهم ضعيف جدا وإنهم لازم يبدلوه بفريق تاني غيره، لكن مارد بيقول له إن اللي بيقوله ده ضد القوانين وإنهم ما يقدروش يعملوا كده أبدا. فبيقترح عليه شلبي إنهم يجيبوا فريق متنكر في شكل الفريق القديم، لكن مارد بيرفض الفكرة دي وبيطلب من فريقه إنهم يعملوا زيه بالظبط، علشان في حالة وجود أي غلطة في التحدي اللي جاي هتخليهم يخسروا ويخرجوا بره المسابقة كلها. وفعلا في المرحلة التانية الفريق كله بيعمل شبه مارد وبيقدروا إنهم يتخطوا المرحلة دي كمان. وبعدها بتعزم مجموعة من البنات مارد وفريقه اللي لما بيوصلوا للحفلة بيلاقوا ترحيب كبير جدا من كل الموجودين بعد ما أبهروهم في المرحلة التانية من المسابقة. لكن فجأة بيظهر مجموعة من المنافسين وبيحرجوا مارد وفريقه قدام باقي المدعوين وبيعرضوا لهم صور كتير بتتعلق في كل مكان في الجامعة. وبيتضايق شلبي جدا وبيقرر الانسحاب، وبياخد مارد والفريق بتاعهم وبيروحوا لشركة المراقبين، وهناك بيشوفوا المراقبين وهما بيشتغلوا وبيوريهم إنك قد إيه ممكن تستغل قدرتك وتخوف اللي قدامك حتى لو شكلك مش مرعب. ولكن الحراس بيشوفوهم وبيجروا وراهم علشان بيبقوا فاكرينهم حرامية، وبيقدر يهرب مارد وفريقه وبيرجعوا بسرعة للجامعة علشان يتدربوا مرة تانية. بس المرة دي بيكونوا واثقين في نفسهم جدا وبيقدروا ينجحوا في المرحلة التالتة كمان، وبيوصلوا للمركز التاني وبيدخلوا للمرحلة الأخيرة من المسابقة. وبيحاول مارد يتدرب على الرعب جواه وبيقول إنه علشان يبقى مرعب حقيقي لازم يطلع أقصى ما عنده. وتاني يوم بتبدأ المنافسة النهائية اللي بتكون عبارة عن محاكاة لقدرة كل وحش فيهم على الرعب، وبيشوفوا أقصى قدرة رعب ممكن يوصل لها، والجهاز هيحدد مين أكتر واحد مرعب. وبتكون المنافسة شديدة ما بين الفريقين لحد ما بيتعادلوا سوا، وبتكون المنافسة ما بين مارد ضد قائد الفريق المنافس، وبيقدر مارد يحقق رقم قياسي لأقصى درجة رعب في تاريخ الجامعة وبيفوز فريقه في المسابقة. لكن بيكتشف بعدها مارد إن شلبي غش في اللعب وغير من إعدادات الجهاز علشان يكسبوا المسابقة. ولما شلبي بيلاقي مارد زعلان بيقوله أنت كنت عايزني أسيب الفريق يخسر يعني علشان أنت مش مرعب كفاية. فبيزعل مارد أكتر من كلام شلبي وبيسيبه وبيمشي، وبيسمع باقي الفريق الكلام ده فبيزعلوا وبيسيبوه هما كمان وبيمشوا. وبيقرر شلبي إنه يروح للعميدة وبيعترف لها بكل حاجة. بس في الوقت ده بيدخل مارد معمل الأبواب وبيقرر إنه يختبر نفسه كمرعب، وبيكتشف إن الأطفال ما بتبقاش خايفة منه نهائيًا، بالعكس دول بيقربوا منه وبيحاول الأطفال يمسكوه، وده معناه إن مارد في خطر كبير. ولما بيعرف شلبي إن مارد عمل كده بيقرر شلبي إنه يروح ينقذه بالرغم من تحذير العميدة ليه، وبيدخل من الباب لعالم البشر وبيفضل يدور على مارد لحد ما بيلاقيه عند البحيرة، وبيبقى قاعد زعلان جدا. فبيتأسف له شلبي بيقوله إن كل ده كان بسببه وإنه مقدرش شعوره. لكن مارد بيتعصب عليه وبيقوله لأ أنت مش فاهم حاجة، أنت مولود من عيلة معروف إنها مخيفة والكل بيتعامل معاك على إنك مخيف مهما عملت، أنت ما تعرفش معنى الفشل. لكن شلبي بيرد عليه وبيقوله إن هو كمان غش وعمل حاجات كتير غلط واتطرد من قسم الرعب شبهه. وفجأة بنشوف البشر بيقربوا منهم وبيحاول مارد وشلبي يهربوا، وبتبقى العميدة واقفة عند باب الرجوع من عالم البشر وبتقول لأصدقاء مارد محدش هيفتح الباب ده لحد ما توصل السلطات. وبيبقى مارد وشلبي بيحاولوا إنهم يرجعوا لكنهم ما بيعرفوش يلاقوا الباب، فبيقرر مارد إنه يخوف البشر وبيقوله شلبي إنه ما ينفعش وإن دول كبار أوي مش أطفال، لكنه بيقوله ما يقلقش ويعتمد عليه لأن عنده خطة عبقرية. وبعدها بيبدأ مارد يشغل أصوات مخيفة وبيخربش الأرض وبيحرك عروسة لعبة، ومرة واحدة بيدخل عليهم شلبي وبيصرخ في وشهم وبينجحوا فعلا في تخويفهم وبيقدروا يخرجوا من الباب وبيرجعوا للعالم بتاعهم. فبتسألهم العميدة هما ازاي قدروا يعملوا كده، ولكن فجأة بتوصل الشرطة وبتقبض على مارد وشلبي، وبعدها بيتم طردهم من الجامعة وبيروحوا علشان يودعوا أصحابهم. وساعتها بيعرفوا منهم إن العميدة رجعتهم تاني قسم الرعب فبيفرحوا وبيحضنوا بعض. وبعدها مارد بيودع شلبي وبيسيبه وبيمشي وبيركب الأتوبيس اللي بيغادر المدينة. ولكن فجأة بيقف الأتوبيس وبيجيله شلبي وبيقوله إنه أشجع مرعب شافه في حياته وإن هو اللي ساعد الفريق من أول يوم وكمان ساعده إنه يرعب البشر الكبار. وفجأة بتيجي العميدة وبتقول لهم إن هما الاتنين عملوا حاجة محدش قدر يعملها قبل كده وإنهم فاجئوها بأدائهم وبتتوقع لهم مستقبل كبير. وبعدها بيقرر مارد وشلبي إنهم يشتغلوا في مكتب البريد لشركة المرعبين المحدودة، وبعد فترة بينجحوا في الانضمام لفريق التخويف وبيقدر مارد إنه يحقق حلمه اللي طول عمره بيحلم بيه. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش وفعلوا الجرس علشان الحواديت الجاية ما تفوتكوش أبدا، ونتقابل في حدوتة جديدة. باي باي.